تغيير المدربين أمر طبيعي بكرة القدم الحديثة. المهم نادي نوتنغهام فورست وصل للمدرب الثالث خلال الموسم الحالي، والمدرب الجديد شون دايتش، الرجل الذي يمثل الكرة الدفاعية في إنجلترا. وجماهير نوتنغهام سعيدة بالقرار. شون دايتش يعتبر ابن نادي نوتنغهام. شون دايتش كان موجود بقطاع الناشئين أيام برايان كلوف، الفترة الذهبية بتاريخ نادي نوتنغهام فورست، وبنفس الوقت يمثل مدرسة وهي انضباط دفاع. وشون دايتش كان واضح من البداية: كرة دفاعية، لعب مباشر، وكرات ثابتة قاتلة، وداعا للكرة الهجومية اللي كان عم يقدمها إنجي. مرحبا بخطة 4-4-2 الكلاسيكية. وعلى فكرة الفريق عنده عناصر تناسب أفكار شون دايتش. كريس وود كان موجود معه في نادي بيرلي، وبنفس الوقت موجود الدوي الجناح اللي هو ممتاز بعملية الارتداد، وبنفس الوقت موجود مدافعين مثل ميلونكوفيتش وموريلو اللي هن المناسبين لمدرب مثل شون دايتش. ممكن البعض يشوفها خطوة للوراء، بس نادي نوتنغهام فورست ما له شايفها هيك. نادي نوتنغهام فورست شايفها انه هي خطوة تعود الى الجذور، تعود الى واحد من ابناء برايان كلوف.